السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. آه النهارده جايين لكم بقى فيديو جديد ويا رب يعجبكم. نسمي الله ونصلي على الرسول، واللي لسه ما اشتركش في قناه عالم حنان يشترك ويشرفني وينورني ويحط لي لايك حلو لايك جميل. وبشكر كل فانزاتي من كل البلاد على تعليقاتهم الحلوه ولايكاتهم الجميله. بحبكم في الله. هنعمل مع بعض النهارده التوم المفرز. هنفرز بقى ايه؟ كمية التوم كده اللي تقضيكي من السنة للسنة. احنا طبعا بنفرزه من السنة للسنة وبيفيد كمان كده علبة 2. اول حاجة بنجيب كمية التوم اللي هتستخدميها، تقشرها كده بالسكينة. طبعا بقى ايه، يكون حد بقى معاكي بيساعدك او كده، او لو في حساسية في ايدك البسي كلوفز. فبتقشري كمية التوم كلها. هي طريقة سهلة، بس طبعا طريقتي ديت لا بصفر ولا بيجمد، يعني تيجي تقطعيه كده بالسكينة او بحاجة تلاقيه مفرفط معاكي كده ولونه ابيض زي ما هو. بنقشر كمية التوم بقى كلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي قدامكم دي، وبنقوم جايبين التوم بقى حاطين الكمية كلها كده في الطبق، ونفرمها بقى في اي كبة عندكم، كب بقى اي نوع كبة، بس طبعا ما ينفعش يتفرم الا ايه، الا في كبة مكنة بقى يدوية كبة. المهم تفرمي الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هم مكونين 2 هيتحطوا على التوم يخلوه مفرفط ولا بيغير لونه ولا اي حاجة. طبعا تفريز التوم دوت من السنة للسنة يعني اسهل كتير للناس اللي بتشتغل بقى، والناس حتى اللي ما بتشتغلش هو سهل. تحتاجي فص توم تجيبي كده العلبة، وافضل طريقة ان ما يتعينوش التوم في كيس، اكياس لا. الطريقة الصحية حبايبي عينوه في علبة، عشان طبعا الروايح والكلام ده كله. انا الطريقة الافضل ليا ان انا بحطه في علب. طبعا عملنا كمية التوم كلها كده فرمناها. هننزل عليها بملح وزيت، شوية زيت نضاف يعني زيت ملوش ريحة، يبقى ملح وزيت فقط لا غير، ما يتحطش عليه حاجة تانية الا ملح وزيت. وتقلبي بقى كمية التوم كويس، وتعبيها بقى في العلب اللي عندك، اي علب بقى فاضية. يعني دي علب كده عادية، علب تلاجة كنا جايبينها مخصوص يعني عشان التوم. العلب اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. هنعمل برضو في علب اللي هي الحلاوة. يعني اي علبة عندك كده غسلاها ومعقماها، اهم حاجة تكون مغسولة كويس ومتعقمة، ويكون الغطا بتاعها محكم. بتملي بقى الكمية كده وتضغطيها بظهر المعلقة. هي وصفة سهلة، بس انا بقى قلت اقول لكم على يعني ان انا بفرزه بالمكونين دول، بالملح والزيت بس. بالنظر كمان يعني مش بكم، يعني احنا ما بنعملش بمعيار، ما بعملوش بمعيار معين، بالنظر. لو الكمية كبيرة تحط حبة ملح حلوين وحبة زيت حلوين. نكمل بقى بقية الكمية في العلب زي ما انتوا شايفين كده. تيجي بقى تقطعي الزيت دوت، بيخليه بقى تيجي تاخدي منه كده تلاقيه مفرفط معاكي، وبيحافظ على لونه. والملح طبعا بيحافظ على شكله وعلى لونه وعلى الطعم كمان. يعني اما بتيجي تحطيه في الزيت والله ريحته اكني لسه عاملاه الوقت اهو مقشراه، ولا اي حاجه إن كانت. وسهل معاكي وكله. هو انت هتتعبي يوم بس بعد كده هترتاحي طول السنه. ممكن يعني تعمليه على يومين على يوم. تعملي بقى بالكميه دي علبه حلاوه قدامكم اهيت، يعني اي علبه عندكم المهم تكون مغسوله ومعقمه كويس، لان التوم بيأكسد. بيبقى العلبه ماهيش متعقمه، او الغطا مش محكم، او حاطينه في كيس. كل ده بيأكسد لون التوم. وزي ما انتوا بقى شايفينه بقى بالشكل اللي قدامكم كده. حطيناه بقى في العلب، اي علبه عندك، وتحطيه بقى في الفريزر. تطلعي علبه علبه كده تستخدمي منها على قد ما تحبي. تجيبي بالسكينه بس بطرف السكينه كده يتقطع معاكي. وده بقى شكله النهائي قبل ما ندخله الفريزر. وتفضلي بقى حاطاه في الفريزر على طول، وتاخديه كده متجمد من الفريزر على الطبيخ على طول. الحته كده بتقطعها بالسكينه. ويا رب بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتعليق حلو كده جميل. وبحبكم في الله يا اجمل متابعين. وباي باي.